لسه بطوله للزمالك على امل الانقاذ الموسم بتاعه، الا وهي بطوله كاس مصر مع بيراميدز يوم 5/6. فاتمنى ان الزمالك يقدر يفرحنا ونكسب البطوله، بس عشان نكسب البطوله ديت لازم نستغل الاسبوعين دول على اتم الاستغلال. اللي هو بمعنى ايه؟ انت دلوقتي الدوري بتاعك باظ خلاص، تارجت الدوري ضاع، تارجت ان انا العب في افريقيا ضاع، فانا هلعب كونفدراليه. انا لو فنشت ثالث فنشت رابع فنشت هبط هلعب كونفدراليه لسبب ان انا واصل فاينل كاس. فلازما الاسبوعين دول افضي دماغي خالص من تارجت الدوري، اخش ماتشات الدوري دمت على اساس ان هي ماتشات وديه تحضيريه لما بعد الفاينل الكاس. قبل كده كان سكواد بيراميدز ده بيتمثل في حاجتين، ان وليد الكارتي وبلاتي هم اللي بيطلعوا بندوم بالكوره، هم مفتاح اللعب بتاعهم. البديهي مني ان انا هعمل حركه واحده، ان انا هقفل على مفتاح اللعب بتاعهم. ابسط مثال الماتش بتاعنا معاهم في الدوري اللي خدنا فيه الدوري 2022 مع فريرة اللي خبطناهم فيه 3-0. كان فريرة عمل حركه حلوه فشخ، ان هو ملعب يوسف اوباما، قال له يا معلم يوسف انت هتمسك بلاتي ما تخلوش يلعب اي كوره. وفعلا ده اللي حصل، يوسف اوباما كان ملازم بلاتي توريه في اي حته في الملعب. خبطنا بيراميدز سكور سهل فشخ. ليه؟ عشان قفلت على مفتاح لعب بيراميدز. هو ده المطلوب من ايمن الرمادي. برضه هتيجي تبص دلوقتي هتشوف ان بيراميدز اتضاف لها عنصر مهم فشخ من اهم عناصر اللعب بتاعها، عنصر بيعرف يطلعهم بالكره من ورا، عنصر بيعرف يزيد معاهم لو هم خسرانين، عنصر بيعرف يقف الكوره، عنصر بيعرف عرضياته بالمسطره. محمد الشيبي الموسم ده اتضاف لبيراميدز، بيخش في نص الملعب او سواء بيكمل وينج، بيساعد في عمليه بناء الهجمه مع بيراميدز. يعني كده انت عندك بلاتي ووليد الكارتي ومحمد الشيبي. هتيجي تشوف قدام هتلاقي ان برضه ان بيراميدز عندها اثنين، مصطفى فتحي وابراهيم عادل، اتنين سفاحين، وفيستون مايلي، الثلاثه سفاحين، الثلاثه لو وصلوا لهم الكوره هيموتوك. طب انا المفروض ان انا اعمل ايه في الماتش ده؟ المفروض ان انا اقطع الكوره ان هم ما يوصلوش لابراهيم ومصطفى وفيستون مايلي. وانت شفت ان الثلاثه دول ما بينزلوش هم يستلموا الكوره من تحت، لا هم بيفضلوا على الاطراف والكوره اللي بتوصل لهم، لان معاهم عناصر في نص ملعب الجوده بتاعتهم عاليه فبيقدروا يوصلوا لهم الكوره. طب انا المطلوب من الماتش ده ان انا اعمل ايه؟ ان انا اقطع الكوره ان هي توصل لهم. اقطع الكوره ان هي توصل لهم ازاي؟ ان انا هلعب بستتين. ليه هلعب بستتين؟ عشان محمود بنتاج هيوقف، انا هقول لك اللي هيلعب عليه مصطفى فتحي، هيوقف مصطفى فتحي بس الشيبي هيزيد معاه. هل بنتاج هيوقف الاثنين؟ ده مستحيل. فانا السته الثانيه اللي هلعبها هتغطي مع بنتاج، في حاله لو الشيبي دخل في نص الملعب هو هيكون منسق للشيبي، والسته الثانيه هتغطي مع بلاتي. مين اللي هيمسك الكارتي؟ احمد حمدي. او الثمانيه اللي هتلعب جنب عبد الله السعيد. الماتش ده مش هلعب بوينجات خالص، الوينجات اللي هلعبها الماتش ده ملهاش لازمه، سواء مصطفى شلبي ملوش اي لازمه، ملوش اي لازمه حرفيا. انت ما عندكش وينج تاني. كنت بتلعب محمد شحات وقبله كنت بتلعب احمد فتوح. ممكن اصلا عبد الله السعيد يتحول وينج، نفس فكره بيسيرو عمل حركه حلوه في ماتش سيراميكا في نص الكاس، كان بيلعب عبد الله السعيد وينج والكره ما تكون معانا كان عبد الله بيزيد وينج، وعبد الله يجيب لك الحته دي ضربتين جزاء بمهارته. فهي حته حلوه ان انا لما الكره تكون معايا مثلا وانا رايح بهجمه، عبد الله ممكن يتحرك لي على الطرف. جوميز اول ما جه هرش ان مفيش نص ملعب في الزمالك بيعرف يطلع بالكوره، هرش ان السته اللي في الزمالك اللي هو دونجا ميح ابيض، فعمل حاجه بسيطه قوي. يا عم تعالى انت سته هتقطع الكوره وهتضرب لي وهتخرشم لي هنا وهنا، العب مفيش مشكله، بس عبد الله هيلعب جنبك بلاي ميكر متاخر زي بيرلو كده، بغض النظر عن الامكانيات اكيد يعني، بس هي نفس فكره بيرلو مع الميلان كده. ليه؟ عشان هو اللي هيطلع بالكوره، هو اللي هيطلع لي بالهجمه، هو اللي هينزل يستلم الكوره من قلبين الدفاع وانا الكوره معايا، هو اللي هيطلعني بيها، هو اللي هيخليني ابدا بالهجمه، هو اللي هيوزع اللعب عبد الله السعيد. لان دونجا مش عارف يعملها، مفيش سته في الزمالك هيعرف يعمل الحركه دي، فعبد الله سعيد كورته حدث ولا حرج، فبالتالي هلعبه متاخر عشان هو اللي يبني الهجمه هو اللي يطلعني بيها. في نفس الوقت لو الكره مش معانا هيلعب عادي قدام زي ما هو، والستتين اللي انا بلعبهم هم اللي هيحموا، هم اللي هيرجعوا يغطوا الدور بتاعهم. لازما نص ملعبي يكون متكثف، مش عايز العب وينجات خالص، اطرافي ما عنديش اطراف اصلا، فلازما العب اكثف نص الملعب بحيث ان انا اعرف اسد قدام نص ملعبهم. لان مهند لاشين اصلا اللي هو سته بتاعهم بيلعب كوره، احلى ديفندر في الدوري المصري بيلعب كوره هو مهند لاشين، فكل الثلاثه بتوع نص ملعب بتوع بيراميدز بينقلوا كوره، فانا لازم احط لعيبه لازق في كل واحد فيهم. فهو ده الفكره، ادرس بيراميدز اعرف ان عندها مفاتيح لعب لازم اقفلها بس. انما فكره ان انا هبني خطه واحط وينجات عشان يفتحوا لي الملعب ما لهمش اي لازمه، هيفتحوا لي الملعب ما نص ملعبي فاضي، بيراميدز هتنقل الكره بسهوله قوي. فلازم احضر الاسبوعين دول يكونوا تحضير لماتش فاينل الكاس.